السلام عليكم، ازيكم؟ انا فاطمة ابراهيم. هنعمل النهاردة جاتو شاتو فراولة. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة وطعمه بيبقى حلو قوي، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنحط في الخلاط كوباية سكر ونحط عليها 2 علبة جيلي فراولة ونحط معاهم كوباية لبن، وهنولع عليهم الخلاط حوالي 5 دقايق لغاية ما يدوبوا مع بعض كويس قوي. بعد ال5 دقايق هنحط كوباية زيت، ولما هنحط الزيت هنبدأ نلاقي ان الخليط بتاعنا بيبدأ يتماسك كده. ممكن ان احنا نحطه كده بالراحة والخلاط شغال لغاية ما يوصل للقوام ده. المفروض ان هو بيبقى تقيل كده. بعد كده هنفصل من الخليط ده كوباية ونسيبها على جنب. الكوباية دي هي اللي احنا هنزين بيها بعد كده الكيك بتاعنا من فوق الوش. ممكن ندخلها التلاجة علشان برضو تتماسك اكتر ويبقى شكلها كويس فوق الكيك. وباقي الخليط هنحط عليه 2 بيضة، وهنحط ذرة ملح وكوباية دقيق، نفس الكوباية اللي احنا بنعاير بيها تبقى واحدة. وهنحط برضو معلقة كبيرة بيكنج باودر، ولما يختلطوا هننقلهم لصينية تدخل الفرن. يفضل ان احنا نستعمل صينية مستطيلة علشان نقطع الكيك بعد كده على شكل الجاتو. الجاتو بيبقى على شكل مستطيل، بس لو ما عندناش صينية مستطيلة مفيش مشكلة، نقدر نستعمل اي صينية موجودة عندنا عادي خالص. هندخل بقى الخليط بتاعنا الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة أو لغاية ما يستوي. بعد بقى الكيك بتاعنا ما يستوي هنبدأ نحط عليه الخليط اللي كنا شايلينه في التلاجة. برضو لو احنا الخليط بتاعنا لقينا ان هو تماسك جامد في التلاجة نطلعه ونسيبه 5 دقايق كده لغاية ما يبدأ يفك شوية، ونبدأ نحطه فوق الكيك. وهنبدأ بقى كده نفرده بالراحة. الكيكة هنا بتبقى يعني دافية شوية صغيرة قوي، مش عايزينها تبقى لسه طالعة، يعني نسيبها حوالي مثلا دقيقتين وبعد كده نبدأ نحط عليها الخليط بتاعنا علشان ما يبقاش سخن قوي ويسيح، وفي نفس الوقت ما تبقاش الكيكة باردة والخليط يتفرد عليها بسهولة. وندخلها بعد كده التلاجة من 20 ل30 دقيقة لغاية كده خليط الفراولة ما يبدأ يتماسك كويس على الكيك. دلوقتي ممكن نقدم الكيك كده على طول، بس انا هزينها بجليز من الايس شوجر. الايس شوجر بيتعمل 4 معالق سكر بودرة عليهم من معلقة لمعلقة ونص لبن ساقع، ويتقلبوا مع بعض لغاية كده ما يبقوا بالقوام ده. ممكن ان احنا نحطهم في السكويزر، لو مش موجودة ممكن نستعمل كيس كده بلاستيك صغير او ورقة زبدة نحط فيها الجليز بتاعنا ونعمل فيها فتحة صغيرة جدا بالسكينة، ونبدأ نعمل كده خطوط بالشكل ده. وممكن برضو ان احنا نستعمل كده معلقة صغيرة بس مش هتبقى مظبوطة معانا قوي. بعد ما نعمل خطوط العرض ممكن برضو نعمل بخلة اسنان او بحرف معلقة او سكينة، نبدأ نعمل خطوط كده بالطول بالشكل ده علشان بس نديها شكل افضل مش اكتر. والخطوة دي زي ما قلتلكم ممكن ان احنا ما نعملهاش عادي خالص، بس بتخلي شكله جميل كده، اللون الابيض مع اللون البينك بيبقوا لذيذ قوي مع بعض. واخر حاجة نبدأ نقطعها كده برضو على شكل مستطيل على شكل الجاتو. يعني ممكن ان احنا نعمل اي تقطيع احنا عاوزينها، بس زي ما قلتلكوا هي دي كده بيبقى شكل الجاتو، بيبقى شكله لذيذ قوي. طعمها فعلا بيبقى حلو جدا. هستنى تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب. شكرا.